كل سنة وانتم طيبين. سنة عدت بأحداثها، بمشاكلها، بأحزانها، بأفراحها، بكل اللي فيها. نزلنا الشارع علشان نشوف رأي الناس في السنة اللي فاتت ايه، وده كان رأي الناس في 2016. من الشارع المصري نحتفل مع المواطنين بقدوم عام جديد، نكتر معهم أحداث العام السعيدة. معنا احنا بس، وأعوذ بالله من قولة بس. نبحث الآن عن أحد المواطنين. ربنا هيرزق إن شاء الله. ايه رأيك في السنة اللي فاتت؟ هقول لك، بس استحلفك بالله يا شيخ ما تقطع ولا كلمة من اللي انا هقولها في المونتاج. احنا ما عندناش مونتاج اساسا. انا عايز اعرف ازاي بلد بقالها 7000 سنة حضارة والشعب مش لاقي السكر. انا عايز اعرف ازاي بلد بقالها 7000 سنة حضارة وشعبها مش ولا بلد بقالها 7000 سنة حضارة وشعبها مش لاقي. انا عايز اقول لك على حاجه يا سيدي الفاضل، الدولار وصل 20 جنيه. 20 الا ربع ما تبالغش. 20 جنيه يا فندم. انا عايز اقول لك الحل، بس ارجوك ما تقطعش اي كلمه من اللي انا هقولها. لا احنا استحاله نقطع ولا كلمه من المونتاج، لان احنا يعني اراء الناس والشفافيه اهم ما يميز القناه عندنا. اعرف على راي حد تاني في السنه اللي فاتت ايه؟ السنه اللي فاتت دي سنه زي الفل يا باشا. السنه اللي فاتت دي سنه انا عملت بيها فلوس اقسم بالله زي الرز. لا البلد دي حلوه يا باشا، والبلد دي فيها فلوس. يا باشا البلد دي حلوه، والناس بتخاف من الحسد يا باشا. فعلا فعلا الناس بتخاف من الحسد. الناس بتخاف من الحسد. البلد دي فيها فلوس يا باشا، البلد دي فيها حاجات حلوه قوي يعني. الناس معاها فلوس. والناس معاها فلوس والناس كويسه وبتشتغل. بس يا باشا استحلفك بالله يا باشا ما تشيلش ولا كلمه من اللي انا بقولها دي. لا احنا يعني ما بنشيلش حاجه المونتاج واراء المواطنين يعني. لا البلد كويسه وفيها فلوس والحياه حلوه البلد دي حلوه يا باشا. حلوه يا بلدي. ايه رايك في السنه اللي فاتت؟ السنه اللي فاتت كانت حلوه وجميله والدنيا حلوه. من اخر 3 ايام في السنه كان معكم محمد عمار. الناس معاها فلوس. شفنا التقرير وشفنا رأي الناس في 2016. على العموم انا عايز اقول بس على حاجة، انه موضوع السنين ده يا جماعة احنا كأننا في جيم، كل سنة ليفل انت عديته، فطبيعي يبقى الموضوع اصعب شوية. يعني اللي بيلعب كاندي كراش فاهم الموضوع ده كويس يعني. وكل سنة وانتم طيبين وايام وبنعيشها.